هو انت مفكر اللي فات ده هيعدي على خير ولا ايه؟ احنا لازم نرجع. اسمع، موضوع فتحي باشا ده منتهى صاروخ، موضوعه اتقفل، وزي ما قلت لكم 30% معايا. احنا معاك على الموت. يلا بينا، مش قلت لك هتولع؟ بعت لي 2 رجاله من اللي عندي، طريق المروتيه المصنع القديم. يا سايكو يمشوا. انا ما يهمنيش اي حاجه غير البضاعه اللي في الشنطه، وانت ما تسالش كتير، بالك اللي العيال دول مش سهلين، واكد على الرجاله كويس. خلاص تمام، يلا يا رجال هنتحرك على الفيلا. جيما هيكون مستنينا هناك. لازم نرسم خطة عشان نعرف ندخل بيها الفيلا ازاي. الفيلا متأمنة من كل مكان. انا والصاروخ هنفضل مع بعض، وجيما هيحاول يلاقي الرجالة اللي واقفين على باب الفيلا. هندخل انا والصاروخ من الباب اللي ورانا. جيما هيلاقي الرجالة لحد ما يدخل على باب الفيلا. هيفضل يسحبهم واحدة واحدة لحد ما يجوا علينا انا والصاروخ. هنفضل نضرب فيه لحد ما ندخل باب الفيلا الرئيسي. في عيل شبح هناك، الواد ده انا عارفه كويس بس واثق من نفسه قوي. الصاروخ هيدخل اول واحد. وبعد كده جيما هيدخل. بس محدش هيعرف يخلصه غير العبد لله. هيبقى واحد موجود جوه في الفيلا. لازم نتحرك في ظهر بعض لحد ما نوصل للكوم، وبكده يبقى احنا عملنا اللي في دماغ السايكو. كنت واثق فيكم يا رجاله. كان لازم تثق فينا يا سايكو عشان عمرنا ما هنغدر بيك. عشان كده محضر لكم فجأة هتعجبكم. شايفين ده؟ كابوسك يا سيوف، كابوسك يا صاروخ. الباشا الدور عليه. قلت لك ده بتاعنا يا سايكو، احنا هنخلص عليه بمعرفتنا. يعني انا كده اقتل القتيل وامشي في جنازته؟ ولا انا من ساعة ما شفتك وانا مش مستريح لك يالا. ولا انا وحياتك من قديمه. ها روح يا عم، الله يخليك في حالي. بص يا سايكو، قول لنا على المكان والعنوان واحنا هنخلص عليه. يا جدع ورب هتولع. بالله عليك بلاش كلمة هتولع دي، عشان كده هيحصل مصيبة. بس العملية دي صعبة يا سايكو، محتاجة رجالة وسلاح. ولا تشغل بالك يا سيوف، كل حاجة جاهزة. يبقى على البركة، يا تصيب يا تخيب. وهو ده الشغل اللي يشرح القلب.